المجتمع. لا يوجد مثل هذا العنف في غزة، لا يوجد في مثل هذا العنف في الضفة أو في القدس أو في الشتات. نحن لا نتحدث عن ظاهرة يخص المجتمع الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني ككل كظاهرة ثقافية كما يحاولون أن يوحوا، بل نحن نتحدث عن سياسة دولة واضحة تريد بهذا الأمر أن يفتك بنا، أن يفتك بوجودنا في مناطق 48، وأن يفتك الحصار بوجودنا في غزة، وأن يفتك الاستيطان وعصابات الإرهاب التابعة له بوجودنا في الضفة، وأن يفتك الاستيطان أيضا وعصابات بن كبير وسموتريتش في القدس، وأن ينتهكوا حرمة كل مكان سواء كان من المقدسات أم الأماكن العامة أم الإنسان الفلسطيني بحد ذاته وهو المستهدف. حين نتحدث عن جريمة نتحدث عن ضحية أو كل يوم تجبي أرواحا، كل يوم تجبي أرواحا بسلاح إسرائيلي، بسلاح تم تهريبه من قواعد الجيش الإسرائيلية أو من المؤسسات الإسرائيلية أو من منظومة الجريمة الإسرائيلية الجنائية هناك. لكنها عندما تفتك بنا تشكل دافعا هائلا في مفهوم استراتيجية الدولة، في مفهوم التطهير العرقي القائم على التقطير اليومي، القائم على خلق أجواء كما تريد الصهيونية الدينية، كما تريد المؤسسة الحاكمة، بأن المجتمع الفلسطيني في داخل منطقة 48 لا يوجد لديه أي بديل، إما أن يلجأ إلى الدولة وهذا ما تريده ليحتمي بها ويتفتك به. ينضم إلينا رئيس هيئة الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل الأستاذ محسن أبو رمضان. أستاذ محسن أبو رمضان، تعقيبك على ما يجري في الداخل المحتل من جرائم إسرائيلية. تعقيبي أنا واضح أن هناك مخطط تقوده حكومة الاحتلال عبر عصابات الإجرام لتفتيت وحدة النسيج الاجتماعي الداخلي ودفع الفلسطينيين باتجاه الانكفاء على الذات ومغادرة الوطن. هذه ظاهرة خطيرة جدا يجب مواجهتها بالوحدة والوعي والتلاحم الوطني وإنهاء كافة التعارضات بين القوى والفعاليات السياسية وتشكيل لجان حراسة ولجان توعية في مواجهة الجريمة وتعزيز التعاضد والتماسك الداخلي في معركة وجودية يواجهها الشعب الفلسطيني ضد عصابات الإجرام التي تغذيها دولة الاحتلال. كيف يمكن أن نتضامن فعليا مع أهلنا في الداخل وأن نعمل على وقف أو تخفيف حدة هذه الجرائم؟ أولا بالوعي والمعرفة والصمود والتماسك الداخلي، ثانيا بالهبات الشعبية المتواصلة وبوصول هذه الهبات إلى مرحلة من العصيان المدني الشامل حتى تتلاحم أيضا هذه الهبات مع شعبنا في الضفة والقطاع، لنعيد بناء الهوية الوطنية الفلسطينية وإرادة فلسطينية موحدة في مواجهة نظام الاحتلال والاستيطان ونظام الأبرتايد العنصري. إذا نعبر عن حزننا عما يجري في الداخل المحتل من جرائم. طبعا قلبنا يقطر دما على ما يحدث من أبناء شعبنا، وواضح أن هذه العصابات منظمة ومقادة ومغذاة وموجهة من دولة الاحتلال، ولكن هذا لن يردع شعبنا وسنصمد في هذه المعركة كما صمدنا في معركة يوم الأرض وفي هبة الكرامة وفي هبة الأقصى وبالعديد من المحطات الكفاحية لشعبنا. كيف ترون تهديدات الاحتلال لبعض القادة العمل الوطني في داخل بين أهلنا في عرب الداخل؟ يعني نحن نستنكر كل التهديدات ضد قادة العمل الوطني وضد استهدافهم، وخاصة محاولة تهديد القائد البطل أيمن عودة الذي هو في دائرة الاستهداف وتعرض لتهديد، ولكن هذا لن يردعه ولن يردع قيادات شعبنا عن الاستمرار في عملها الوطني والكفاحي. شكرا أستاذ محسن. المؤسسة الصهيونية الحاكمة